هل كان في عمرك فاش عرفتي انه في القران ما ذكراتش اي اسم امراه ما عدا امراه واحده؟ واش عرفتي شكون هي؟ برافو عليك، مريم العذراء. فاش الله سبحانه وتعالى تكلم على ازواج النبي قال يا ايها النبي قل لازواجك، ما قالش اساميهم. حتى فاش تكلم على المراه اللي جات عند الرسول قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، عاوتاني ما قالش سميه. وحتى فاش تكلم على قصه سيدنا يوسف وامراه العزيز قال عز وجل وراودته التي هو في بيتها، عاوتاني ما قالش سميه. واش هادشي كامل صدفه؟ الله بغى يوصل رساله للبشريه انه ذكر اسم مريم 34 مره في القران مقسمين على 12 سوره، والرساله اللي وضحها من 34 مره اللي ذكر فيها اسم مريم قال عز وجل ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. فشنو هو هذا الحق اللي فيه يمترون؟ كلمه يمترون يعني يشككون او يختلفون. الله هنا قصد اليهود والنصارى. سبب ذكر مريم بوحدها في القران هو ان الله هو يقول لهم ان عيسى ماشي ابني، فراه هو ابن مريم. نتمنى تكون فهمتي الرساله، وما تنساش دير معك ابوني باش يبقاو يوصلوك بحال هاد الفيديوهات.